نعمل ايه؟ نعمل مع بعض البسبوسه المكرمله بطريقه المحلات، واسهل طريقه جدا ممكن تعملها بيها. معايا هنا كوبايه من السكر، 200 جرام من السكر، عليهم ربع كوبايه من الميه، تمام. وبروح معلقه عسل نحل او عسل جلوكوز او عسل او شربات اللي هو التقيل بتاع الكنافه ده، تمام، على نار هاديه، وبسيبهم يغلوا عشان تتكرمل معانا. انا مش بحط معلقه خالص في المرحله دي او اي حاجه احط اقلب بيها عشان خاطر البتاع ما يسكرش معانا. بص المرحله يفضل يغلي كده معانا. هنا بقى ببتدي ادخل عادي بالمعلقه، انزل هنا بقى ايه بالنص، بالكوبايه الا ربع من السمنه على كوبايه الا ربع من اللبن. بص هو ايام الفور كده لازم تعملي في حاجه كزرولة غويطه او حله كده زي ما انا ما عامله، عشان هيفور معاكي. هتلاقي في يعني حاجات كده تكتلات معاكي ناشفه، ما تقلقيش كل ده هيفك وانتي بتقلبي. بص اللون بتاعه، هو ده اللون اللي هيبقى بتاع البسبوسه. وريحته بقى شمي بقى، ريحته جميله قوي. بصوا نفضل نقلب كده لحد اما ندوب كل التكتلات اللي في قلب الحله وخلاص. هنا بقى برد، لازم البتاع، بص انا هنا ده دافي زي دمعه عينك، يعني الايدي كده تستحمله. ما ينفعش هو سخن وما ينفعش هو بارد، لازم يكون دافي يعني ايدك تستحمل السخونيه بتاعته. وانزل بقى بالنص كيلو البسبوسه بتاعي. سميد البسبوسه ده انا جايباه سايب من عند العطار عادي، يعني ولا مغلف ولا كيس اللي عليه جوز هند ولا الكلام ده، اللي هو الساده من عند العطار. نص كيلو اهو، بايه على الكميه دي. ما تقلبيش فيها كويس قوي، يعني ما تقلبهاش كويس عشان خاطر ما تعضمش تنشف معاكي، بس يدوبك بندوب الحاجه بتاعتنا وخلاص على كده. هنا بقى الصينيه مدهونه بمعلقه سمنه كده بلدي. طبعا البسبوسه والحلويات الشرقي دي احلى حاجه فيها السمنه البلدي. واروح بقى مدخلها على فرن على درجه حراره 180. على بقى ما يستوي هنزل هنا بالشربات بتاعي. معايا كوبايتين من السكر، عليهم 3 كوبايات من الميه. الشربات بتاع البسبوسه لازم يبقى سخن. انا برضو انزل لكم المقادير بالظبط، الشربات والمقادير البسبوسه في صندوق الوصف بالظبط. اول ما يبتدوا يغلوا كده بروح نازله بعصره الليمونه بتاعتي ده على نار هاديه عشان السكر يغلي يدوب كويس، ومبنقلبش برضو. شربات البسبوسه بيبقى خفيف، وبتطلع الشربات بيغلي والبسبوسه زي ما انتم شايفينها كده سخنه بتغلي. ده سخن وده سخن، وبتبتدي نسقي. تعرفي ان البسبوسه ناجحه في حاجه لما تبتدي تشرب الشربات بتاعها كده زي ما انتم شايفين. متقلقيش كل اللي على الوش ده كل ده بيتشرب في ثانيه. تقعدي كده تقلبي كده كل ده بيتشرب معاكي. لازم ده سخن وده سخن. واسقي بقى ايه الكميه بتاعه الشربات دي. بصوا شربتها كلها ازاي. مفيش احلى ولا اسهل بسبوسه كده يعني. بس والكيس بقى بلاستيك كده، كيس ثلاجه فتحته وهغطي بيه البسبوسه وهي سخنه. لازم البسبوسه تتغطى. كيس بقى بلاستيك عندي فيه غطا صواني تبقى بالغطا بتاعها كده تمام. بصي انا بضغط ازاي شاربه العسل بتاعها كويس جدا. البسبوسه والحلويات الشرقي لما بتبات بتبقى طعمها احلى بكتير. يعني دي بصي قطعتها تاني يوم، قطعتها. ممكن بقى قبل ما تسويها تحطي مكسرات، تحطي بسبوسه، عايزه تحطي قصدي زبيب، سوداني، اي مكسرات عايزه تحطيها وهي نيه بتحطيها. اما عايزه تسيبيها ساده كده زي ما احنا ما حطينا، وهنحط مكسرات من على الوش برضو براحتك. بصي طريه ازاي ولونها زي بتاعت بره بقى ولا لا. بص تحفه تحفه تحفه. هوريكم دلوقتي قد ايه هي طريه ودايبه. بس هطلع لكم بس حته كده اوريكم قد ايه هي دايبه ومش مستحمله اصلا، زي اللي بنجيبها من بره بالظبط. ولا بقى ناشفه ولا تحجر معاكي ولا تنشف ولا تلاقيها سكرت كده قفشت في بعض. باسهل طريقه هتطلعها احسن من احلى حلويات. بصوا عامله ازاي. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. متنسوش تعملوا بقى اللايك والشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم كل جديد. سيبكم انا بقى ايه تكملوا مع البسبوسه. يلا باي باي.